مزرعة البحيرة، مزرعة عبد الرحمن العوضي في السابق كانوا الناس يتعنوا لها عنوة للسياحة، للنفاهة، للتنزه، للراحة، للاستجمام، لكن اليوم متواجدين في قاعة المواشي في الري، فرضة مزارعي العبدلي. خلك من الأشياء اللي يتميزون منها بتخص تحديدا ورقيات الكيل، 3 أنواع أو نوعين، شيء طازج وفاخر. طبعا الكيل في منافذ التسويق الأخرى يباع بالكيلو، تخيل هني الشدة أبد، بس تعال اسأله حجم، شكل، نوع، لون، كمية، كثرة، وفرة. حياكم الله. بالإضافة يتميزون بشغلاتهم الصناعية، ألا وهي المخللات، الأشارات، الدهون، السمن، العسل، إلى آخره. كل هذا ترى منتج من مزرعتهم، لكن مصنع تصنيع منزلي، شيء فاخر، معلب، مغلف، عليه ستيكر، وكذلك صلاحية، وصالح لجميع الاستخدامات اللي يحتاجها الإنسان. حياكم الله، والساعة المباركة في قاعة المواشي بالري، فرطة مزارعي العبدلي، مزرعة البحيرة. وليس أخيرا، شوفوا الخيار عندهم، تقدر تقول بيبي، تقدر تقول عادي، تبي مخلل، تبي سلطة، تبي أكل عادي. عليكم بألف عافية وحياكم الله.